انا دايما زي ما قلت لحضرتك ان انا بتبنى قضيه ان انا بقول للكبار يعني ما تفكروش ان الموضوع حكر على الصغار. تمام. وان بالعكس انا لما اشتغلت مع الكبار، لان انا اصلا حافظت على كبر يعني، ولقيت ان الكبار واللي داخل بحب ممكن يكون الثمره معاه اكبر بكثير. تمام، لان هو واخد القضيه على صدره زي ما بيقولوا وعايز يحقق هدف. كنا زمان كنت اقول لي دايما للاخوه الكبار لازم يبقى معاك 4 حاجات: تحديد الهدف، وتوحيد الهدف، والسعي من اقرب طريق. قبل السعي من اقرب طريق ان يكون عندك جهد لهذا الهدف، والسعي الى الهدف من اقرب طريق. فبصراحة الكبار اللي بعد 20 سنة كان بيعمل ثمرات عظيمة جدا جدا، وكان يثمر على يديه ثمار لا تتخيلها. ان هو تبص تلاقيه مثلا حافظ القرآن بعد 20 سنة او اكثر من 20 سنة، حافظ القرآن وصار من الناس اللي بتقرأ القرآن ودخل في القراءات وكان له جهد عظيم جدا جدا.